كام مرة قلت نعم وانت من جواك عاوز تقول لأ؟ كام مرة وافقت على حاجات ضغطت عليك واستنزفت طاقتك عشان بس ما تزعلش حد؟ السلام عليكم وأهلا بيكم من جديد في ركن هادي وكتاب، ومكملين مع بعض كتاب فن اللامبالاة، وهنتكلم النهاردة عن الجزء الثامن بعنوان أهمية قول لا. في البداية كده خلينا نتفق على حاجة مهمة، مش كل مرة بتقول فيها أيوة بيبقى حب زيادة منك أو لطف. بالعكس، أيوة دي أوقات كتير بتستنزف طاقتك وبتاخد منك أكتر ما بتديك. وعشان تبقى عارف، كلمة لأ مش أنانية، ده احترام لنفسك ولحدودك ولوقتك. فخلونا نكمل ونفهم مع بعض ليه بيبقى صعب علينا نقول لأ، وإمتى لازم نقول لأ. هنبدأ بأول سؤال: ليه بيبقى صعب علينا نقول لأ؟ الحقيقة ان الموضوع مش انك مش عارف ترفض ولا ضعف منك، الموضوع اعمق من كده بكتير. من البداية كده واحنا صغيرين اغلبنا اتربى ان الطفل الكويس هو اللي بيسمع الكلام وما بيقولش لا. ومع الوقت ولما كبرنا الفكرة دي بقت مرتبطة عندنا بالادب والذوق، لدرجة ان الرفض بقى محتاج منك شجاعة زيادة، مش عشان صعب ولكن عشان انت بس مش متعود عليه. وده بقى بيخلينا اوقات كتير نقول ايوه تلقائي كده من غير ما نقف لحظة نسأل نفسنا: هو انا فعلا حابب اعمل ده ولا انا مش عارف اقول لا؟ ولو ركزت هتلاقي ان كل مرة بتوافق على حاجة انت مش عاوزها النتيجة بتبقى ضغط وارهاق واحساس انك مش عارف تتحكم في وقتك ومهام يومك. كمان اوقات كتير بنتجنب ان احنا نقول لا عشان بنبقى خايفين من الرفض، خايفين اللي قدامنا ما يتقبلش ده وده يأثر على علاقتنا بيه. وبنعمل كده واحنا متخيلين اننا بنأمن العلاقة واننا هنفضل كويسين معاهم طول الوقت، بس الحقيقة ان ده مش هيحصل، ودي علاقة مش صحية. والصح اننا نقدر نقول لا بحرية ومن غير ضغط او لوم، وكمان نقبل اننا نسمعها. وعشان كده لازم تتعلم مهارة انك تقول لأ. وأيوة هي مهارة زي أي مهارة تقدر تكتسبها عشان تعرف تنجز في حياتك وتحافظ على وقتك للحاجات المهمة واللي تستاهل. السؤال التاني: امتى لازم نقول لأ؟ لو عاوز حياتك يبقى لها معنى فانت لازم تضيق دايرة الحرية، ومش كل حاجة تبقى متاحة ومقبولة بالنسبة لك، عشان لو كل الخيارات مقبولة عندك فانت كده ما عندكش حاجة مميزة ومش شايف ان في حاجة تستاهل انك تركز عليها. وعشان كده اوقات لازم نقول لا، نقول لا لحاجات عشان نقدر نقول ايوه لحاجات اهم. ولو ما عملتش كده هتفضل عايش مشتت وما عندكش اتجاه واضح تمشي فيه وتركز عليه. في مثل حلو قوي بيقول: العمق حيث يكون الذهب مدفون، وعشان توصل للذهب لازم تحفر في العمق ده. والمثل ده صحيح جدا في كل حاجة في الحياة، ومعناه انك مش هتوصل لقيمة او نجاح حقيقي في اي حاجة بتسعى فيها الا لو قضيت سنين وانت بتحط وقتك ومجهودك في الحاجة دي. وطبعا ده مش هيحصل الا وانت بتقول لا لحاجات تانية بتلهيك عن انك تعمل ده. وعشان الصورة تبقى اوضح خلينا ناخدها ببساطة على أمثلة في حياتنا. لو عاوز تنجح في تربية ولادك أو تكون علاقتك بيهم كويسة لازم تديهم وقت ومجهود وحضور فعلي في حياتهم، مش مجرد وجود سطحي، وتشتغل على ده وقت طويل عشان تشوف النتيجة. ولو عاوز تنجح في الوظيفة اللي انت فيها لازم تديها وقتك ومجهودك وبرضه تستمر في ده. وقيس على كده أي حاجة عاوز تحقق فيها نجاح، وأي علاقة، وحتى تطوير نفسك. وما تنساش إن العمق حيث يكون الذهب مدفونا، فلازم تحفر في العمق ده عشان توصل للذهب. بعد كده لازم تبقى عارف إن الشخص اللي بيعرف يقول لأ ده شخص واضح وصادق مع نفسه، لأنه ما بيكونش مضطر إنه يحور عشان يرفض حاجة هو مش عاوزها. فالناس اللي بتعرف تقول لأ وكمان تقبل تسمعها دي بتبقى ناس مريحة، وعلاقتك بيهم بتبقى صحية وهادية. فتعلم تقول لأ واقبل تسمعها من غير ضغط ولا لوم. اكتسب المهارة دي عشان لما هتعرف تقول لأ هتلاقي نفسك بتقفل أبواب في حياتك بإرادتك، وده هيخليك تركز أكتر في حياتك وأولوياتك. اتعلم تقول لأ، ومش لازم أبدا تقدم لرفضك ده مبررات، مجرد إنك مش حابب أو وقتك ما يسمحش ده كفاية جدا. التبرير الكتير
هيحسسك انك بتاخد اذن، مش بتقول قرار بناء على ظروفك، ودي ابسط حقوقك في الحياة. بعد كده في نقطة مهمة قوي عاوزين نتكلم عنها. احنا مش بس محتاجين نتعلم نقول لأ للناس، لكن كمان محتاجين نقول لأ لنفسنا. قول لنفسك لأ لو لقيت نفسك ماشي في اتجاه حاجة هتأذيك. قول لأ لأي عادة أو سلوك بتعمله وبيعود بالضرر عليك، حتى لو كان سهل وممتع في لحظته، هتلاقيه مع الوقت بيسيب جواك فراغ، ودايما هيبقى عندك تأنيب ضمير وصراع داخلي. ولو فاكر ان اي حاجة غلط بتعملها بيكون تأثيرها عليك لوحدك، تبقى غلطان، عشان ده هيجي على مسؤولياتك وعلى الناس اللي حواليك، وأوقات كمان بيجي على صحتك وعلاقتك بربنا. وعشان كده اتعلم تقول لأ لأي حاجة ممكن تأذيك. اتعلم تقول لأ لأي حاجة بتعملها وانت عارف انها غلط وبتبعدك عن طريق ربنا. اتعلم تقول لأ للتسويف وتأجيل الحاجات المهمة. اتعلم تقول لأ للعلاقات اللي بتستهلكك نفسيا. اتعلم تقول لأ لأي حاجة بتسرق وقتك وبتشتتك. في النهاية اتعلم تقول لأ عشان تعرف تعيش صح. وبس كده يكون انتهى الجزء ده، وكمان نكون خلصنا كتاب فن اللامبالاة. هو في جزء بسيط في نهاية الكتاب، ولكن مش هنشرحه لأن مفهوش أي إضافة بعد كل اللي احنا شرحناه. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالرحلة دي معايا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله في كتاب جديد. دمتم بخير. السلام عليكم.